عاملين ايه يا حبايبي؟ الحمد لله جدو. النهاردة هحكي لكم قصة سيدنا نوح وازاي بدأت عبادة الأصنام على الأرض. القصة النهاردة بتبتدي قبل سيدنا نوح ما يتولد بشوية حلوين. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، وما يحلاش الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. قبل ما سيدنا نوح يتولد بفترة كبيرة كان في سيدنا مين؟ إدريس عليه السلام. بعد ما سيدنا إدريس كان بيحكم الأرض على ملة سيدنا آدم عليه السلام، وبعد ما مات وربنا رفعه في السماء الرابعة، ايه اللي حصل؟ كان الناس بتعبد ربنا سبحانه وتعالى بس متفاوتين في العبادة. في منهم اللي بيحب ربنا قوي وبيعبده قوي، وفي منهم اللي بيعبد ربنا على قده وعلى قد شهواته وبيحب شهواته اكتر. بس كان في 5 بني ادمين بيحبوا ربنا كتير جدا وكانوا بيعبدوا ربنا كتير جدا. اسمهم ايه؟ اسمهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. دول كانوا مثل اعلى في العبادة، وفجأة ماتوا. الناس حزنوا عليهم كتير قوي، وبعد كده قالوا ايه؟ وسوس لهم الشيطان وقال لهم طب بدل ما دول كانوا بيعبدوا ربنا احسن منكم وانتوا كده كده هتنسوهم، طب ايه رأيكم ما نعمل تمثال على شكلهم ونتقرب الى الله بعبادتهم علشان ما ننساهمش؟ فقالوا تمام، راح عملوا تماثيل على شكل الناس دي. بعد كده ايه اللي حصل؟ الناس اللي بنوا تماثيل علشان بس يفتكروا الناس دي الصالحين دول ماتوا، وجم أولادهم وأحفادهم كانوا بيشوفوا آبائهم وأجدادهم بيقعدوا قدام التماثيل ويعبدوا ربنا، فافتكروا إن هم بيعبدوا مين؟ التماثيل دول، فعبدوه. ومن هنا جت إيه؟ عبادة الأصنام. بعد كده ربنا أوحى لمين؟ لسيدنا نوح عليه السلام عليه الصلاة والسلام، ويبقى سيدنا نوح أول رسول بعد سيدنا مين؟ آدم. طب ما اللي سيدنا إدريس ده إيه؟ ده نبي. طب إيه الفرق بين النبي والرسول؟ استني أنا هقول. الفرق بين النبي والرسول: النبي بيدعو إلى الله على ملة النبي اللي قبله، أو النبي اللي قال الرسول اللي قبله، أو الرسول اللي قال له عليه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. أما الرسول فبيجي بشريعة جديدة. يبقى الرسول نبي ورسول، أما النبي إيه؟ نبي فقط. يبقى كده عرفنا إن إيه الفرق بين النبي والرسول. ويعتبر برضو سيدنا نوح إيه؟ أول واحد من أولي العزم من الرسل، اللي هم سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وسيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام جميعا، عليهم أفضل الصلاة والسلام. سيدنا نوح قاعد يدعي قومه كتير جدا إن هم يسيبوا عبادة الأصنام ويعبدوا الله الواحد القهار. كل ما كان يدعو قومه يجي يقول لهم ما تعبدوش الأصنام، ما تعبدوش ما لا يغني عنكم شيئا. كانوا بيعملوا إيه؟ يضعون أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم. يعني استغشوا ثيابهم، حطوا كده هدوم وقماش على عينيهم علشان ما يشوفوش النبي عليه السلام. فبقى كل ما النبي يعدي هم يحطوا أصابعهم في ودانهم ويغمضوا عينيهم. يعني مش بس مش عاوزين يسمعوا النبي،
لا كمان بيعاملوه معاملة سيئة. قاعد بقى يدعي قومه كام سنة؟ 950 سنة. يعني كام قرن؟ يعني 9 قرون ونص، لأن القرن كام سنة؟ 50. القرن 100 سنة. قاعد يدعي قومه 950 سنة، وكل ما يعدي عليهم ويقول لهم اعبدوا الله الواحد القهار، يعملوا ايه؟ يحطوا اصابعهم في ودانهم ويغمضوا عينيهم. جدا لو سمحت، هو ازاي النبي صلى الله عليه وسلم قعد 950 سنة بيداوم، ان عمر الانسان مش طويل كده للدرجة؟ لا يا حبيبتي، زمان كان اعمار الانسان كبيرة، لانه يقال ان سيدنا ادم عليه السلام عاش 1000 سنة، ويقال ان سيدنا والصحيح في القرآن ان سيدنا نوح عاش 950 سنة يدعو قومه، يعني كان عايش قبل كده كمان، يعني ممكن سنه يجيب 1000 سنة. اما دلوقتي الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ايه؟ اعمار امتي بين 60 وال70، يعني احنا بين 60 سنة ل70 سنة. ممكن واحد يوصل ل100 120، وممكن واحد يوصل يموت في 40 30. دي بتبقى ايه؟ قدر. نرجع للقصة بتاعتنا. بعد كده لما قعد يدعو قومه 950 سنة، حس ان قومه بيعملوه معاملة وحشة. حس ان قومه كل ما يشوفوه يحطوا صباعهم في ودنهم ويغمضوا عينيهم. تخيلوا معايا كده، نبي ورسول مرسل من الله سبحانه وتعالى، والناس بيحطوا صباعهم في ودنهم ويغمضوا عينيهم علشان ما يشوفوش النبي. راح قال ايه سيدنا نوح؟ ربي لا تذر على الارض من الكافرين ضيعا، انك ان تذرهم يضلوا عبادك. ربنا رد على سيدنا نوح وقال له ايه؟ لن يؤمن من قومك الا من قد امن. خلاص محدش هيآمن الا ايه؟ الا من قد امن. وامره انه يبني ايه؟ يبني السفينة علشان الطوفان العظيم. الطوفان العظيم ده كانت نبوءة من ايام سيدنا ادم. سيدنا ادم اول ما جه كان بيعلم اولاده ان في طوفان هيحصل على الارض، ميه كتيره هتغرق كل حاجه على الارض. اما بقى هتحصل امتى؟ ما قال لهمش. وجي من بعده الانبياء قالوا نفس النبوءه. فما بعد ما بقت النبوءه قديمه، بعد ما بقت النبوءه قديمه، الناس فكرت انها ايه؟ تخاريف واسطوره، فبقوا ايه؟ ما بيصدقوهاش. فلما جه قال لهم عليها سيدنا نوح، ايه اللي حصل؟ قالوا له انت مجنون، انت بتقول كلام قالوا ابائنا واجدادنا وما حصلش، فايه؟ انت مجنون. وهم كانوا كدابين. والمرة اللي جاية هقول لكم ايه هي الطوفان وايه اللي حصل فيه، وازاي ربنا سبحانه وتعالى اغرق الناس الوحشين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. يلا يا حبايبي.